السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم شويه بوفتيك كده، يعني حاجه كده غايه في الجمال. شويه البوفتيك دول هنعملهم بالعدس. طبعا ازاي هتعملي عدس بوفتيك يا اميره؟ هقول لكم ان شاء الله في الفيديو ده. يلا تابعوني مع بعض كده. طبعا جبت المج المعياري من العدس، وبعد كده حطيت على العدس بتاعي ميه مغليه كده، طبعا عشان اسرع شويه في الوصفه بتاعتي. انا رفعته على النار حوالي 5 دقايق وبعدين صفيته. وبعد كده هنجيب الكبة بتاعتنا ونبدأ ننزل بقى بالعدس بتاعي كده اللي انا سلقته 5 دقايق على النار وبعد كده صفيته. وبعدين هنجيب بصلتين صغيرين واربع فصوص توم وقرنين فلفل كده حامي. وبعد كده ننزل على العدس، ونفس المج المعياري هجيب لحمة مفرومة، يعني اقل على فكرة من الربع كيلو، وعليهم بقى كمان معلقتين كبار كده من البقسماط، ومعلقه صغيره بقى من الملح، معلقه ما تكونش يعني مليانه قوي، ونص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه من البهارات المشكله وبس. وهنضرب كل المكونات دي لحد ما تنعم زي ما انتوا شايفين كده. عملت لي يعني عجينه متماسكه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نحطها بقى في البوله بتاعتنا ونبدأ ان احنا نشكلها. طبعا انا عشان العجينة بتاعة البفتيك ما تلزقش في ايديا، جبت شوية زيت كده ودهنت ايديا بيهم، وبدأت ان انا اشكل بقى البفتيك بتاعي. طبعا في الاول خالص هبدأ ان انا اعمله كور. بوريكم العجينة اهي، بصوا ما شاء الله، يعني كله تجانس مع بعضه وما شاء الله كونت لي عجينة حلوة جدا. هبدأ ان انا اكور بقى البفتيك كده واعمله كور صغيرة زي ما انتوا شايفين. وكمية البفتيك اللي انا عملتها بصوا ما شاء الله عملت لي حوالي 13 قطعة من البفتيك. تعالوا بقى نجيب اكياس التلاجة العادية، ونبدأ ان احنا كل كيس كده هبدأ ان انا احط كورة من البفتيك في قلب الكيس، وابدأ ان انا بايديا كده بالراحة خالص ابدأ ان انا ابططها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مش هنبططها تبقى رقيقة قوي، لا انا عايزة فيها سمك، يعني ما يكونش سمك ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. بصوا بقت بالشكل ده. طبعا هعمل كل الكمية بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية كلها. بصوا ما شاء الله 13 قطعة بفتيك عملناها. طبعا مش هينفع ان احنا نشتغل بيها على طول، لازم ندخلها الفريزر كده حوالي ساعتين او 3 ساعات لحد ما تجمد معايا خالص. على ما البفتيك يجمد معايا في الفريزر تعالوا نحضر كده التغليفة بتاعته. اول حاجة خالص جبت بيضاية وحطيت عليها شوية من البهارات، ما كانش عندي فلفل اسود يعني، وعليها كده حوالي مغرفة كده من الحليب يعني، وطبعا شوية ملح صغيرين قوي. والبفتيك بصوا طلعناه ما شاء الله جامد كله وخلاص. بصوا سمكه حلو جدا. بعد كده هنجيب بقى البقسماط والدقيق وكمان البيض اللي احنا خفقناه دلوقتي مع بعض. طبعا اول حاجه خالص هنجيب قطعه البفتيك كده احطها الاول في الدقيق، وبعد كده انفضها من الدقيق كويس قوي وانزل على طول على البيض. برضو هديها تغليفه كويسه من البيض كده، وبعد كده هندخلها على البقسماط، برضو تاخد تغليفه كويسه كده من البقسماط. وطبعا كل الكميه هعملها بنفس الطريقه عشان بس مطولش عليكم الفيديو. هعمل كل الكمية بنفس الطريقة كده، الدقيق الاول وبعدين البيض وبعدين البقسماط. طبعا البفتيك في الوقت ده انا مش هشتغل بيه على طول، مش هحطه على طول في الزيت، لا انا هدخله الفريزر تاني بعد ما اغلف كل الكمية اللي عندي. هدخله الفريزر تاني حوالي ساعة كده برضو يجمد معايا كده، وعلشان كمان يستوي واتأكد ان هو استوى كويس قوي في الزيت. بعد كده كده خلاص خلصنا كل الكمية اهو، دخلناها على الفريزر. وبعد كده حضرت بقى بعد الساعة الطاسة بتاعتي. جبنا الطاسة وحطينا فيها شوية زيت، يعني مش كتير، يعني حوالي نص كوباية كده من الزيت بس، مش زيت كتير يعني. بعد ما الزيت بدأ ان هو يسخن معايا بدأت ان انا انزل كده بقطع البفتيك، وهي طبعا مجمدة زي ما انتوا شايفين كده، وبدأ ان هو يستوي معايا. خدوا بالكم النار ما تكونش يعني واطي قوي علشان بس ما يفكش معايا قوي، لا انا عايزاه يستوي بصوا وياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، ولا يتحروق معايا ولا ياخد لون غامق ولا حاجة. دي اول طاسة خلصناها اهي. بصوا ما شاء الله طالع لونه حلو جدا ومتماسك على فكرة. خدوا بالكم يعني هو مش هيبقى مفرفت معاكم ولا هيفك ولا اي حاجة، هيبقى متماسك وحلو جدا وهياخد لون جميل جدا. كده خلاص خلصنا كل كمية البفتيك ما شاء الله، وطلع احلى بفتيك وطعمه كان غاية في الجمال فعلا. دي وصفة حلوة جدا وفعلا وصفة يعني تنفع في الايام اللي احنا فيها دي. جربيها ان شاء الله ومش هتندمي. دي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. واشوفكم على خير والسلام عليكم.